هكذا كانت انطلاقة المساعدات التي قدمتها جمعية نادي الساعقة للكونغ فو خنجلة رفقة بعض الشباب النيرين إلى السيد عز الدين زمولي القاطن بمنطقة غارث، والتي تبعد عن زوي بمسافة 40 كيلومترا، وهي أيضا تعتبر من مناطق الظل. عز الدين هو أب لبنتين لا يملك سكنا، مما جعله يضطر إلى السكن بمنزل ريفي يخلو حتى من الأبواب والنوافذ، فما بالكم بالكهرباء. وهو أيضا متحصل على 4 شهادات في اختصاص أمن ووقاية، رغم مناشدته للسلطات البلدية والولائية، لكن لا حياة لمن تنادي. وهو اليوم يناشد أهل الخير والإحسان من أجل مساعدته لتحسين وضعيته المادية. دابا ان شاء الله يجيبوا له الالكتريسيتي. السمانه هذه ان شاء الله ندخلوا الكتريسيتي باذن الله. ان شاء الله حد عنده فما إن وصلت الجمعية رفقة الشباب الطيبين حتى بعثوا أملا جديدا لعز الدين وعائلته، وباشروا في المساعدة في ترميم المنزل، وأبوا ألا يغادروا قبل إعطائه أملا جديدا بأن الخير والإحسان لا زالا موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم رانا تنقلنا إلى المنزل الثاني المجاور لنا بعد ما كنا نسكن في البيت نتاعنا كي كان في حالة مزرية. الحمد لله بفضل الجمعية وجنود الخفاء ورجال ونساء سكان مدينة خنشلة، ناس ششار، ناس ببار، ناس المحمل تزقاط كما نقولوا هنا، هذا اللي وقفوا معنا في وزوي. والحمد لله اليوم رانا تنقلنا لهنا بالفراشات بالكوزينه تاعنا بكل. وان شاء الله المنزل راهو في الترميم بحول الله، راهم جابونا يعني الابواب النوافذ باذن الله تعالى راهي فرجت ان شاء الله، والجمعيه راهي مازالت متواصله معنا، وحنا نشكرهم جزيل الشكر على هذه الوقفه الجميله والزياره يعني الفجائيه يعني اللي جاتنا، اللي دخلت لنا الطمأنينة وفرحت لنا الاولاد وفرحت لي الزوجه اللي راهي تاج فوق راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الجمعيه ونشكر الجمعيه تاع الاخر تاع الكونكو نادي الساحقه تاع ولايه خنشله، نشكرها ونشكرها بزاف. هي اللي وقفت معانا وعاونتني جابت لي السلعه اللي راني نخدم في الدار تاعي، والحمد لله راهي واقفه معايا للاخر. راهي جابت لي السلعه من كلش وعاونتني بها برجال خنشله، والحمد لله راهم يخدموا لي في الدار، جابوا السلعه والحمد لله. اللي باش يعاونوني يقدروا يعاونوني. راني ساكنه في الدوار، حبوا يعاونوني بنعيجات يعني هكا يعاونوا، ولا بمعيزات، ولا مهم الحاجه، ولا بشجره، ولا مهم الحاجه اللي يقدروا عليها يعاونوني بها. يعاونوني بنعجه ولا بمعزه ولا بجاجه ولا بشجره يعاونوني بها، ولا ببقره ولا بارنبه، ارنب يعني قنيني كما يقولوا له. هذا اللي يحبوا يعاونوني به. يا بابا خلاص خلاص يا بابا، خلاص هذه دموع تاع فرح ان شاء الله. جاي يخدموا لك الدار، نقول لهم شكرا قولي شكرا. صحيتي يا بابا، صحيتي. طيب جميلة، شكرا لنادي الساعقة. عاوديها قولي شكرا للجمعية. شكرا يا زمر. هذا بصح. شكرا لنادي الساعقة. شكرا يا نادي الساعقة. نادي الساعقة. كونغ فو.
قولي له ان شاء الله كي نكبر نجي ندرب عندك يا شيخ. المنزل ها وراه. قبل كان كنا حيرين كيفاش ويترمم. اليوم الحمد لله جابوا لنا مواد البناء. المنزل راهو جاهز باش نرموه. المره الغرفه الثانيه بدينا يعني بدائيا برك في المطبخ والحائط. رحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن سخرنا الله لخدمة الصالحات من الأعمال وإدخال الفرحة والبسمة على نفوس المقهورين المظلومين المهمشين. اليوم رانا في مرحلة ثالثة من مساعدة أسرة من ضمن الأسر التي تعيش في مناطق الظل. إن شاء الله الأمور قاعدة تمشي بشكل إيجابي. الحلم وقاعد يتحقق تدريجيا إن شاء الله. راي دركا احنا في مرحلة الترميم نتاع السكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم اليوم تنقلت جمعية نادي الساعقة للكونغ فو خنشلة باش نتبعوا القضية تاع الأخ زمولي عز الدين بمناطق الظل. احنا منطقة سميها منطقة قارف. باش ان شاء الله نكملوا اليوم التضامنات ونشكر يعني كل الأصدقاء وكل جنود الخفاء اللي راهم تضامنوا معنا اليوم باش نردوا الحياة لهذه العائلة وردوا البسمة لهذه الأطفال لأنهم أبناء الجزائر. وهذا راه وعد من عندنا أننا لو كان تبقى قطرة تاع دم نكملوها مع هذه العائلة. قولوا باي باي كوتش. باي باي يا كوتش. 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 إلى اللقاء.